السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. هنشوف وهنسمع قصة حكاية كهربا وليه الأهلي تحفظ على العقد بتاعه. كمان هنعرف قصة حكاية المهاجم الجديد اللي الأهلي بيفاجئنا بيه وإيه اللي تم في الصفقة دي، وهنشوف إيه الرسالة القوية الجميلة اللي قدمها كولر لجماهير النادي الأهلي عبر حسابه على الفيسبوك. كل ده يكون معاكم في صوت الملعب. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. هنشوف قصة حكاية كهربا ليه الأهلي تحفظ على رحيل كهربا لسبب جميل قوي، إن الأهلي بيعمل المعادلة الصعبة لكهربا. الأهلي عايز يضمن العقد يكون قوي لكهربا، وفي نفس الوقت بيأجل رحيل كهربا لحد ما يلاقي مهاجم قوي جدا زي وسام أبو علي. فالأهلي من حقه طبعا إن هو يضمن استقرار الفريق، ما يقدرش يمشي كهربا وفي نفس الوقت يلعب بمهاجم واحد. لا قدر الله ممكن يتصاب، ياخد إنذار، ممكن في أي وقت أي ظرف من الظروف. فلازم الأهلي يضمن وجود مهاجم قوي جدا على مستوى وسام ابو علي او على الاقل كهربا. من ناحيه تانية كمان بيضمن برضو حق كهربا ان لازم عرض يكون قوي، لكن النادي السعودي مقدم عرض ضعيف جدا، والاهلي شايف ان العرض ده دون المستوى، لا يناسب حجم لاعب زي كهربا امكانياته العاليه، وكلنا عارفين كهربا لاعب كبير جدا جدا. مفاجأة جديدة من مفاجآت النادي الأهلي، مهاجم قوي في النادي الأهلي إن شاء الله قريب. اللاعب اسمه كارلوس. تعالوا نشوف القصة الحقيقية إيه أو إيه اللي تم بالظبط في النقطة دي. ده هيكون كله معاكم مع صوت الملعب. أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. أكدت تقارير صحفية وجود مفاوضات بين الأهلي والسويدي نجم نادي هاتاي سبور التركي لضمه لصفوف الفريق الأحمر هذا الصيف، وبيرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه في مركز المهاجم لمساندة الفريق في البطولات العديدة التي سيخوضها في الموسم الجديد. وقالت منصة سبور ديجيتال التركية أن النادي الأهلي قدم عرض للحصول على خدمات المهاجم كارلوس لاعب هاتاي سبور التركي، وللعلم بالشيء أن يبلغ عمر اللاعب 28 عام ويمتد عقده مع النادي التركي حتى صيف 2027. ايه رايكم نشوف الرساله القويه اللي قالها كولر لجماهير النادي الاهلي؟ وجه مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي رساله قويه جدا لجماهير النادي الاهلي عبر موقعه على الفيسبوك. تعالوا نشوف كولر قال ايه. ترمز جذور هذه الشجره القديمه في القاهره الى القوه التي تجمعنا كفريق. كل يوم امر بجانب هذه الشجره وتذكرني بشيء واحد، كنادي كمجموعه، هو الثبات والوحده مع افضل جماهير في العالم الى جانبنا. واكمل كولر كلامه وقال: وطاقمنا الرائع واللاعبين الجدد ننمو معا بعمق ومستعدين للعطاء بكل ما نملك معا، نقف أقوياء مثل هذه الشجرة ونسعى دائما لتحقيق نجاحات جديدة. وأتم حديث كولر: دعمكم يجعلنا أقوى ولا يمكن إيقافنا. ده كلام جميل طبعا من مدرب عالمي زي كولر ونادي عظيم زي النادي الأهلي وجماهيره. كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.